داليا. داليا، انت بديتي كنجمة وكبطل الافلام، وكان معاكي بعض البطلات اللي كانوا بالنسبة لك في هذه الافلام بيمثلوا دور ثاني اذا ما كانش اكثر يعني من هذا، ودور مساعد لك. الحين بنشوفك انت بطلة وهم ابطال، ويقال انه اجرهم اعلى من اجرك كثير، ومسلسلاتهم اكثر توزيعا من مسلسلك. ايش السبب في هالموضوع تعتقدي؟ انا ما بيفرقش معايا قوي. يعني لو حد كان مثلا مساعد وبقى بطل، المهم هو بيقدم ايه. انا هذكر لك مثل الفنانه غاده عبد الرازق، طلعتوا في افلام مع بعض، كان من ضمنها فيلم كانت هي بالنسبه لك دور ثاني. الحين يعتبر اجرها من اعلى الاجور على حسب تصريحها، اعلى اجر في مصر، ومسلسلاتها اكثر توزيعا على القنوات الفضائيه. هو الموضوع بيفرق معايا في اولا انا غاده الصديقه ليا وانا بحبها جدا. هي بتقدم نوع فن مختلف عن ان انا بقدمه شويه. هي ماشيه في سكه يعني شبهها وشبه شخصيتها، وانا ماشيه في سكه مختلفه عنها. فمش حاسه ان ده بيقدم لي الحقيقه اي ازمه، لان ما بتعتبريها منافسه لك او انت منافسه ليها؟ ما بتعتبري في تنافس؟ هو يعني اكيد في تنافس، ولكن كل واحد ليه ستايل خاص بيه. انا مش ممكن اقدم اللي بتقدمه غاده، ومتهيألي صعب غاده تعمل اللي انا بعمله. يعني احنا مختلفين في طريقه التفكير وفي الادوار اللي بنقدمها. فبالعكس انا شايفه ان كل ما يبقى في تنوع اكتر في اللي زميلاتك بيقدموه، ده بينورك انت كمان اكتر. ممتاز.